نعى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ضحايا زلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة المغربية أول أمس الجمعة. وكتب ميسي في ستوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تعازي لجميع عائلات الزلزال الذي ضرب المغرب. وأضاف الأسطورة الأرجنتينية كل القوة للجرحى والمتضررين من هذه الكارثة الرهيبة. وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية التي سجلت يوم الجمعة إلى 2012 وفاة بالإضافة إلى 2059 إصابة، من بينها 1404 إصابات خطيرة حسب آخر حصيلة محينة من وزارة الداخلية. وأبدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تضامنه مع الشعب المغربي عقب الزلزال الذي أصاب عدة مناطق ومدن مغربية يوم الجمعة، والذي خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إكس أن جميع أفراد بعثة المنتخب الأولمبي المتواجدة في المغرب بخير. وجاء في البيان: الاتحاد البرازيلي يتعاطف مع الشعب المغربي بعد المأساة التي سببها الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7 درجات وفق السلطات المحلية. وأضاف: الطاقم الفني والإداري لمنتخب البرازيل والموجودين في المغرب حاليا من أجل خوض مباراتين وديتين يدعمون عائلات الضحايا والمصابين إثر هذه المأساة، ونود التأكيد على أن بعثة المنتخب آمنة في مدينة فاس. وأوضح: مدينة فاس لم تتأثر بالزلزال، لكن فريقنا شعر بالهزة الأرضية التي وقعت ليلة الجمعة، ولأسباب تتعلق بالسلامة بقي الجميع بالقرب من مسبح الفندق ولمدة ساعة تقريبا قبل أن يعود الجميع إلى غرفهم. واختتم الاتحاد البرازيلي بيانه: نقدم دعمنا لأولئك الأشخاص الرائعين الذي يعملون حاليا على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض. ومن المقرر أن تقام المباراة الودية الثانية التي ستجمع المغرب والبرازيل غدا الاثنين، لكن حتى اللحظة لم يتم الكشف عن مصير المباراة بعد زلزال الحوز، علما أن المواجهة الأولى انتهت لصالح العناصر الوطنية. لاعب نادي النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضا أعلن عن تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب العديد من المدن المغربية. ونشر رونالدو عبر خاصية ستوري تدوينة مرفوقة بالعلم المغربي، وذلك على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، جاء فيها تعازي الحارة لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب. وأضاف: أرسل حبي ودعواتي لجميع أفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا. هذا وعبرت رابطة الدوري الإيطالي الإنجليزي وأيضا الإسباني ومجموعة من دوريات العالم لكرة القدم عن تضامنها مع الشعب المغربي بعد الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المملكة المغربية مساء أمس الجمعة. وكتبت عبر حساباتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من المواقع: قلوبنا مع الشعب المغربي ونتمنى السلامة للجميع في هذا الوقت الصعب. وهنا نشاهد لاعبو المنتخب الإسباني يقفون دقيقة صمت في تدريب اليوم حدادا على ضحايا الزلزال. أعرب هيرفي رونار المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي والحالي لسيدات فرنسا عن تضامنه مع ضحايا زلزال الحوز الذي هز المملكة المغربية مساء أمس الجمعة. ونشر رونار تدوينة على حسابه الرسمي انستغرام جاء فيها: إنه لأمر محزن للغاية أن علمت بنبأ المحنة التي حلت بالمغرب. وتابع: أقف إلى جانب الشعب المغربي وتعازي الخالصة لأسر ضحايا هذا الزلزال وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى. وأضاف رونار: المساعدات الدولية تستحق أن تصل إلى هذا البلد الرائع، ونحن بحاجة إلى تضامن استثنائي مع المغرب جميعا لدعم هذا المغرب في هذه المحنة الصعبة.